مساء الخير عليكم شيرات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير بصحه واحوال جيده يا رب. احنا رانا غايه والحمد لله. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم الوصفه تاع الفطائر. يجوا طريين وشابين بمقادير مضبوطه ويعني سهله، بالخف ديروها. هنا نجيبوا الغيسيبيون تاعنا، نحطوا فيه اول حاجه كاس تاع ام وليد تاع سميد رقيق ولا سميد رطب كيف كيف، وتزيدوا كاس تاع الفارينه، زيدوا مغرف صغيرة تاع ملح، ومغرف صغيرة تاع سكر. هنا نخلطوا كل شيء بالفوي. مورا ما خلطنا نجيبوا كاس ما دافي، ما ديروهش بارد ولا حامي، ديروه دافي، وتبدو تزيدوا غير بشويه وتخلطوا في الخليطه تاعكم. هنا شيرات صاي انا الماء ما درتهش كاع، خليت شويه كيما راكم تشوفوا، خلوها طريه وما تتماسكش في اليد. من بعد هنا كيما راكم تشوفوا حمومه نديرو حامي بزاف، ونجيبو بورصه تكون مقيه، ونقعدو نرشو هذاك الماء حامي داخل هذيك البورصه، نرشوها كاع بهذاك الماء. من بعد غير قد ما تحملنا البورصه ونعاودو نردو هذاك الماء في هذيك الطاوه، ونجيبو العجينه تاعنا وندخلوها في هذيك البورصه ونبلعو بالخف قبل ما يخرج الهواء. ندخلو العجينه تاعنا ونبلعو البورصه ونخلوها تخمر. نخلوها تخمر نص ساعه ولا ساعه. هي الفطائر كل ما يعني يخمروا اكثر كل ما جاو شابين. انا خليتهم ساعه. من بعد شيرات ما بلا ما العجينه تاعنا تخمر، جيت باش ندير الحشو. نسحقوا حبه بصل كبيره وزوج حبات طوماطيس. نجيبوا حبه بصل نقطعوها هكا اوندي، ومن بعد نديروا مغرف كبيره تاع سكر كيما كنتو شفتوا. البصل كي ديروا له مغرف كبيره يعني تاع سكر تجيكم شابه. من بعد نخلط هذاك الطوماطيس تاعي مع البصل. البصل قد ما نقليه عاد باش نزيد له الطوماطيس. من بعد ندير عليهم شويه تاع فلفل الكحل الحرور، ونزيد لهم شويه تاع الملح، ونزيد هذه الفلفله هكا مقطعه، هذا اختياري. انا ما درت بزاف لاخاطش بابا ما يبغيش. وزدت الفرماج رابي، هذا فاني اختياري، تبغوا ديروه تبغوا ما ديروهش. ونزيد هكا قد نص مغرف صغيره تاع طوماطيس تاع القوطي. نخلي الحشو تاعنا يتقلى مليح حتى يولي لي كيما هكا، ومن بعد نديره يبرد في الكونجيلاتور ولا الفريجيدير. ما نعمرش الحبات تاوعي وهو حامي، يليق حتى يبرد مليح باش نعمر. وهنايا مورا ما برد لي الحشو تاعي وخمر العجينه تاعي، جبت الصوالح كاع اللي نسحقهم، الحشو اللي خدمناه في رحبه وشويه زيت والفرماج رابي وشويه حار مقطع اوندي. ونقصص هذاك العجينه تاعي، يعني نقصه كريات صغيره. الاولى نزيته كاع مليح، ومن بعد نقصه كريات صغيره.
من بعد بالنسبة للطريقة تاع التحضير، نجيبو بابي كويسون نزيتوه مليح بالزيت، ومن بعد هذوك الكريات تاوعنا نغطوهم ونبدو ندو بالكرية نحلوها مليح بالزيت، يعني أي حاجة يلق ديروها بالزيت، نحلوها مليح فوق هذاك البابي كويسون وتعمروها. يعني الحشو يكون اختياري، أنا درت هذاك الحشو اللي خدمناه في رحبة، ودرت فرماج رابي وشوية تاع الحار، ونبلع يعني الحبة على شكل مربع ونديرها تتقلى. درت الريشو حدايا ودرت فوقه طاجين وبديت نقلي فيهم. هنا كما راكم تشوفوا صاي كملت حبة وريتها لكم، وهنايا كملتهم كاع. هذا كان الشكل النهائي تاعهم. حطينا طابلة في الحوش وجمعنا نتعشو، وهكا كانت الوصفة تاعنا. نتمنى تعجبكم، وكاع اللي جربوها خلوا لي الرأي تاعكم في التعليقات، وما تنسوناش بالجيم وابوني ولي كومونتير شابين. بسلامة. انا غير نشم ريحه الماكله ركابيه يفشلوا، ما نقدرش. ومن بعد كيجي واحد يوزن 40 كيلو يقولك دير الريجيم، انت ما راكش حاس بيا واش راني نحس انا. ما تدخلش روحك، خلوني ناكل، خلوني نسمان، انا نتحمل